السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب جميعا تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض خلية النحل من المعجنات الحلوة قوي، وهقولك ازاي تخليها تطلع معاكي قطنية وهشة بعجينة ناجحة جدا، وكمان بتبقى حلوة قوي لو عندك ضيوف تقدري تقدمها لهم او تفطري بيها الصبح. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات لما انزل وصفات جديدة. هنا معايا المقادير: 4 كوبايات ونص من الدقيق، 5 معالق كبار من اللبن البودر، نص كوباية من الزيت، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين كبار من السكر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة من الملح، كوباية ونص من المية الدافية. لو مش متوفر حليب بودر تقدري تستخدمي حليب سائل، مفيش مشكلة. هنا بقى معايا المية نزلت عليها بالسكر والخميرة وهقلبهم كويس. بعد كده هنسيبها لمدة 5 دقايق على ما الخميرة تتفاعل معانا. هنا بقى معايا بولة هنزل بالدقيق هنخله بالشكل دوت. بعد كده هنزل بالحليب البودر ومعلقة البيكنج باودر وربع معلقة صغيرة من الملح، وهقلب المكونات مع بعض. هنا بقى الخميرة بعد ما تفاعلت معايا هنزل بيها على الدقيق، وهنزل بنص كوباية الزيت، وهنقلب بالشكل دوت. لو انت متوفر عندك عجان وتقدري تعجني في العجان مفيش مشكلة، هتعجنيها لمدة ما تقلش عن 10 دقايق. وانتوا بتعجنوا العجينة لو حسيتوها بتلزق معاكوا تقدري تضيفي شوية من الدقيق حسب احتياج العجينة، لان كل نوع دقيق بيفرق عن التاني. بعد كده هعجن بايدي لمدة ما تقلش عن 10 دقايق لحد العجينة ما تبتدي ما تلزقش معايا. تمام، هنا العجينة بقت جاهزة. هغطيها بالاسترتش وهسيبها معاكي من ساعة لساعة ونص. وهنا بقى معايا صينية دهنتها زبدة ورشيت عليها شوية من دقيق سميد البسبوسة. هنا العجينة بعد ساعة ونص بعد ما اتخمرت معايا، انا هنا دهنت ايدي شوية من الزيت وهبتدي الم العجينة بالشكل دوت. وهنا هرش شوية من الدقيق وهنزل بالعجينة وهرش شوية على الوش زي ما انتوا شايفين كده. لو انت بقى عندك قطعة العجين هتقطعي بيها، انا هنا معايا سكينة قطعتها 4 تربع بالشكل دوت. بعد كده هاخد كل كورة واكورها. بعد كده كل كورة هقطعها 4 تربع زي ما انتوا شايفين كده. دي اسهل طريقة واحسن طريقة عشان تحاولي تخليهم كلهم يطلعوا مقاس واحد. بعد كده بقى هاخد كل قطعة من العجينة ابتدي اكورها بالشكل دوت. وهنا معايا صينية رشاها من الدقيق واحط فيها العجينة بعد ما اكورها. هنا بعد ما خلصت الكمية كلها وكورتها، هنا معايا جبنة كيري قطعتها 4 تربع مكعبات. تقدري تستخدمي جبنة مثلثات زي ما تحبي، تقدري تسيبيها من غير حشو مفيش مشكلة.
هنا بقى فردت قطعة من العجينة وحطيت قطعة من الجبنة وهبتدي اقفل عليها بالشكل دوت. هعملها معاكي تاني. هناخد قطعة من العجينة نفردها بالشكل دوت، واحط قطعة من الجبنة، ممكن تضيفي قطعة من الشوكولاتة، ممكن تسيبيها سادة زي ما تحبي، ونبتدي نقفل عليها بالشكل دوت. حاولوا تسيبوا مسافة بين كل واحدة والتانية ما تقلش عن سنتي عشان حجمها بيتضاعف. هنا بعد ما خلصت الكمية هغطيها واسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. وهنا عملت الصينية التانية هغطيها برضو واسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. هنا بقى معايا خليط التغطية. هنا معايا صفار من البيضة، معلقتين كبار من الحليب، رشة من الفانيليا، ده اللي هندهن بيه الوش. وهنقلب كويس بالشكل دوت. وهنا بعد 10 دقايق شايفة حجمها اتضاعف ازاي. يلا بقى ندهن الوش. طبعا هنكون بقى مشغلين الفرن على درجة حرارة 190. ضروري يا جماعة اي مخبوزات نكون مشغلين الفرن قبليها، لازم يكون الفرن سخن كويس قبل ما نحط فيه اي معجنات. هنا بعد ما خلصت دهنت الوش كله هدهن بقى الصينية التانية. وهنا بقى معايا سمسم هرش على الوش كده، ممكن ترش حبة البركة زي ما تحبي. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 190 لمدة 15 دقيقة، وبعد كده هنطفي الفرن ونشغل الشواية تاخد لون معانا. هنا بعد ما خدت معايا لون قعدت في الفرن لمدة 15 دقيقة، وبعد كده شغلت الشواية. هبتدي بقى اول ما تطلع اغطيها علشان الوش ما ينشفش معايا. وهنا الصينية التانية هغطيها برضك. ضروري يا جماعة اول ما تخرج غطوها علشان الوش ما ينشفش معاكم. هنا بقى حطيتها في صينية، شايفة هنا طرية معايا ازاي مش ناشفة. هنا بقى معايا حليب مكثف محلى هنزل بيه زي ما انتوا شايفين كده. معايا هنا صوص شوكولاتة. وهنا معايا صوص كراميل. تقدري تحطي شربات على الوش زي ما انت عايزة، تقدري تسيبيها سادة، تقدري تحطي حليب مكثف محلى بس زي ما تحبي. دي حلوة قوي لو عندك ضيوف تقدري تقدمها لهم. يلا بقى نقطعها مع بعض. شايفة القطعة طالعة حلوة ازاي. بص العجينة هشة. عايزة اقولك طعمها حلو قوي قوي، وطبعا لو انت حطاها من جواها شوكولاتة هتبقى احلى كمان. بس هنا ودي الصينية التانية انا حبيت ان انا اسيبها سادة مضيفتش عليها اي اضافات. ودي كانت وصفتي النهاردة، اتمنى تكون عجبتك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة، والمقادير هسيبها لك في صندوق الوصف. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.